هي بودكاست مساحة أمان لكل ست عايزة تعبر عن نفسها من غير ما تكون مضطرة لأي تبريرات أو تحس بأي أحكام ضدها. هنكون معاكي كل يوم خميس الساعة 7 بتوقيت القاهرة على يوتيوب، سبوتيفاي، أنغامي، أبل بودكاست وبلاتفورمز تانية كتير، عشان تشوفي وتسمعي حكاية ست شبهي وشبهك قررت تشارك معاكي المسكوت عنه. لو عايزة تحسي انك متشافة ومسموعة، ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك وتتابعينا. اهلا بيكي في حلقة جديدة، وهي بودكاست الموسم الاول اللي بنسميه الحدود والحواجز. زي ما اتفقنا انه الحدود والحواجز بتلعب دور رئيسي في رحلات وحكايات الستات، يا بتكحلها فتحليها أو تكحلها فتعميها. الحدود والحواجز النهاردة هتاخدنا في رحلة بعد رمضان، العيد والاحتفال اللي هو ليه معاني كتيرة جدا، بس ساعات بيكون ورا المعاني والفرحة ضغط بقى جسدي، ضغط مالي، ضغوطات بأشكال مختلفة بتتحملها الستات علشان شوية موروثات. بس في ستات تانية قررت إن هي تخلق معاني مختلفة للعيد والاحتفال وتحط الموروثات على جنب علشان تنبسط بالرحلة. ومعانا النهاردة مصدر البهجة والسعادة، فاطمة عادل، أحسن واحدة هتكلمنا عن العيد والاحتفال. أهلا بيكي يا فاطمة. أهلا بيكي. عاملة إيه؟ الحمد لله جميلة. كل سنة وانت طيبة. وانتي طيبة. عيد سعيد وينعاد عليك يا رب بالخير. امين يا رب، علينا وعلى الجميع يا رب. طبعا انت غنية عن التعريف، ربنا بس احنا بقى ايه سلو البرنامج او البودكاست، ان احنا بنسيب ضيفتنا تعرف نفسها او تقول عن نفسها اللي هي عايزاه للمشاهدات والمستمعين. لا لازم اعرف نفسي عشان اكيد مش كل الناس تعرفني. انا اسمي فاطمة عادل، انا ممثلة ومطربة. انا خريجة المعهد العالي للموسيقى العربية، وبقى معايا دلوقتي دبلومة في الموسيقى الشعبي من أكاديمية الفنون برضو. مبروك. والله يبارك فيكي. وبمثل من زمان جدا، من وانا عندي 5 سنين مسرح مع عيلتي، بابايا ومامتي واخواتي الاصغر مني. بس والله ما يبانش شكلك انت الصغيره. لا انا كبيره. انا كبيره من ضمن المسؤوليات برضه. انا كبيره. ربنا يديكي العمر يا رب. ربنا يخليكي. طيب احنا النهارده بقى ما خلصنا رمضان وموسم من المواسم عدى، وجي موسم بقى العيد، وعندنا بقى الفكره بعيد عن الكحك والغريبه. أيوة. وكل الحاجات دي. خليني بقى اسالك في الاول، معنى العيد بالنسبه لفاطمة ايه؟ معنى العيد بالنسبه لي انا الذكريات اللي عندي للجيل بتاعنا احنا تلاقينا كلنا، فكره انك تقومي تلاقي نفسك كده معلقه اللبس الجديد، الفستان. أيوة. والجزمه، والبيت فيه فرش او حاجات جديده. انا مامتي كانت عندها عاده حلوه قوي، كانت في كل عيد لازم بتجيب فرش جديد. حلو قوي. للسراير واحيانا للارض، يعني مش كل الحاجات، بس بتحاول تجدد بحيث ان كل عيد بتقومي على حاجه جديده. حلوه قوي. فانت قايمه من النوم عارفه انه البيت فيه حاجات جديده، يعني مترتب قوي. وفي حاجات جديده، في بقى سجاده جديده، في مفرش جديد، في حاجه متعلقه جديده، ورد، يعني في حاجات كتير جديده. فانا كان بالنسبه لي العيد حاجه كده من الحاجات اللي بتعمل تجديد وبهجه فعلا، بس جايه من عند امي مش من عندي. انه البيت بيبقى شكله جديد قوي وحلو قوي، وعارفه فرحه كل حاجه جديده. انا كنت بحس العيد كده ان لبس جديد وفرش جديد وفي فلوس وفي لا يعني حاجات كتير قوي. حلوه قوي. طيب غير الكحك والبسكوت طبعا، غير الكحك دي حاجه عظيمه. يعني ده اساسي. اه طيب الاحتفال بقى، معنى الاحتفال بالنسبه لفاطمه، او شكل الاحتفال الحقيقي بقى لفاطمه ايه؟ بصي برضو كان عندنا عادة في البيت، بس أنا يعني ما كانتش بتضايقني وستيل مش بتضايقني، بحبها جدا. احنا كل المناسبات المهمة بنقضيها في البيت. بابا كان بيخاف من الزحمة قوي، ان احنا نبقى متواجدين في الزحمة وبتاع،
وممكن يكون لانه هم حياتهم برضو في المسرح، فطول الوقت احنا في زحمه وشغل وناس، فممكن تكون دي الفرصه انه نتجمع احنا كأسره لوحدنا بهدوء في مكان ما، يا اما قاعدين في البيت يا اما مسافرين برضو مع بعض لوحدنا. فانا لحد دلوقتي بعمل كده، يعني انا اصلا عندي فوبيا من الزحمه والاماكن المليانه ناس كتير. فمثلا ولادي لما بنيجي نحتفل يا اما نسافر نروح في اي مكان بتاعنا، وهم ولادي بيحبوا مطروح قوي فممكن نقضي هناك يومين الثلاثه دول مع بعض كده، او في البيت بنحتفل بقى زي ما قلنا كده بالحاجات الجديده والاكل والكحك والبسكوت، نقعد نتفرج على حاجه، بنتجمع كاسره بقى كبيره، انا واخواتي وولادهم وولادي وماما وبابا وجوز دي وجوز، يعني فاهمه اللي هو ايه كلنا بقى ايه، لانه اصلا كلنا في الشغلانه دي فما بنتجمعش. فبتبقى فرصه ان احنا مثلا اول رمضان في اول يوم العيد الحاجات دي، فبنتجمع بقى اللي هو نقعد مع بعض، فبهرب من الزحمه وبتسال بتبقى في البيت ما هربتش قوي، بس بتبقى فرحه ان احنا مقضيين اليوم كله مع بعض بكل حاجه بقى. وده ما اتغيرش على مر السنين؟ لا يعني ممكن تفلت مره ولا حاجه، حد فينا بالصدفه عنده عرض، عنده حفله حصلت معايا كده، بس مرات قليله قوي، لكن يعني العاده بتاعتنا ربنا ما يقطعها يعني ان شاء الله، بنبقى متجمعين في المناسبات اللي زي دي في البيت. حلو. طبعا الستات ورا الفرحه والقعده واللمه مفيش قعده والضحكه. ايوه والضحكه في شغل بقى، في ايوه شغل، مفيش قعده، احنا بنبقى انتي دلوقتي فرق. فاحكي لي عن اللي في الكواليس. بصي احنا بيت فكره ان حد يساعدنا في البيت ما بتجيش غير ست اللي هي كل كام يوم بننظف بنعمل مع بعض، لكن بقيه الحاجات احنا بنعملها بنفسنا. يعني اكل شرب كحك وبسكوت، كانت ماما وخالته الله يرحمها ووالدتي كانوا يتلموا مع بعض ونعمل ده، فكنت بحس ان احنا بنصنع كل الحاجات. يعني شكل الاحتفال جوه البيت، ايه الاكل اللي هيتعمل احنا اللي بنعمله، بنقعد قبلها طبعا بنجهز له كام يوم، اللي هو اخر كام يوم في رمضان دول بيبقوا تجهيز تنظيف من ناحيه، واحنا بنجهز اكل من ناحيه تانية، وكحك وبسكوت وحلويات حاجات كتير جدا، فما بتقعديش، فبتيجي الولاد الحلوين يتجمعوا مع بعض، فخلي بالك طب كذا طب مش عارف ايه، فانتي بتحطي بتشيلي بتخلي بالك من ده عشان في اعمار كتير طبعا، فما بتبطليش حركه. وانا بطبيعتي حتى لو حد بيساعدني انا ما بعرفش اسيب المسؤوليه عليه كلها واقعد. يعني انا طبعي انا كفاطمه ما بعرفش اقعد كده وحد يفضل يعمل لي حاجه خالص، لازم ايدي بايده. طيب الفكره بقى ده لسه مكمل بنفس العمايل وحلوه قوي. طيب خليني بقى اسال سؤال هنا، بما ان انت حضرتك لحد دلوقتي بتعملي نفس العادات والموروثات ومبسوطه بيها الحمد لله، وما بتحبيش حد يساعدك، يعني تبقى مساعده، هي بالمعنى الحرفي هي مساعده، مش ان حد شايل عنك الحاجه، لا حد بيساعدك. طيب هل ده ما كانش في مره من المرات بيشكل ضغط عليكي؟ مره على طول الوقت. طول الوقت. بصي هو انت اول ما بتخلفي كمان بقى خلاص انت لبستي مدى الحياه، وبعدين الاكذوبه بتاعت الامهات دي اللي تقول لك ايه كل ما هيكبروا هتهدي كده، وتروحي تلاقي ان الموضوع بيوسع. لا بالظبط بيوسع جدا خالص، هو لود طول الوقت، بس خلاص انت اتعودتي وبيبقى جزء من الامان ان الحاجه معموله زي ما انت عايزه. حلو. اذا كان لاولادك او لبيتك او لاهلك، فانه ابقى مطمنه ان الحاجه معموله قدام عيني كده، يعني برغم الضغط فانت بتحسي ان ده جزء من الامان وجزء من الاحتفال. حلو. مفيش مره في الرحله دي طويله من وانتي بنت في بيت بابا وماما لحد ما بقيتي زوجه لحد ما بقى فيه اولاد فالمسؤوليات بتزيد، ايوه، ما حسيتيش في مره انه انتي محتاجه تقولي بس بقى واقفه هنا عشان انا بحتفل لهم مش بحتفل لي؟ والله نفسي جدا. والله يعني بقى حلم حياتي. يعني حتى في الصيف لما نيجي نسافر في حته غير الاعياد، اللي هو انت مش بتاخدي
رست ليكي، لا انت رايحه بتخدمي على المود العام اللي هيحصل، وانت اللي بترتبيه وانت اللي بتعملي كل حاجه. فبتكتشفي انه يا جماعه اللي هو حلم حياتي اني ارجع تاني. هو ممكن انا اخد اجازه يومين 3 كده احتفل، انا احتفل لوحدي. حلو. طب خلينا بس ما فيش، ما خلينا بتحصلش. اقول لو شكل الاحتفال لوحدك ده هيبقى عامل ازاي؟ هفضل قاعده كده، لا افضل هفضل قاعده كده في اي مكان، بس ما فيش بقى ماما 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 فاطمه، فاهمه اللي هو ما فيش النداءات دي. وفكره كمان انه حتى لو هم مش موجودين في البيت انت وراكي حاجات بتجهزيها عشانهم. فانا الاحتفال بالنسبه لي اني ارجع اقعد كده شويه سكوت، انه ارجع اقرا بالكم اللي انا كنت بقرا بيه، اشرب قهوتي كده برواقه من غير ما تتلج، واسيبها واشربها على مدار ساعه ساعه ونص عشان في حاجات بتحصل، او فاهماني فكره انه شويه صمت. انا بالنسبه لي ده احلى احتفال. طب تفتكري ايه اللي ممكن يحصل يجيب الصمت يروحوا معسكر الاثنين مع بعض بس برضو اروق. يعني جربتها مع حمزه، كان كبر شويه فراح هو معسكر، قعد اسبوعين كده، بس دليلة لسه صغيرة يعني ما اعرفش اسيبها في مكان كده. ف يعني مش عارفه، عندي امل ان هم يكبروا شويه. عارفه الكوميك اللي بيجي بتاع ايه، اللي هو بعد ما كبرنا الولاد بقى وصوره وهي عجوزه قوي وقاعده بتاخد بالها من نفسها، اللي هو خلاص ده انا مستنيه اللحظه دي. خلينا نقول ايه العوامل المساعده اللي ممكن تستعيني بيها علشان تحققي الصوره دي قبل ما توصلي للكوميك؟ مش عارفه، انا بدور يعني لو لقيتي حاجه قولي. انا فعلا بدور نفسي جدا، نفسي، لانه كمان طبيعه الشغل اللي احنا فيه صعب. انه انا دلوقتي في اجازه بتاعت نص السنه، فلا بنودي مدارس ولا بنذاكر ولا اي حاجه. يعني هو على قد التمرين كده وخلاص، وممكن جدا نطنشه عادي يوم، بس انا بصور. فاهماني؟ ف كده يعني لو ما فيش بتيجي اجازه حتى العيد هتلاقي نفسك على ما روحتي لماما يوم، على ما روحتي لحماتك يوم، على ما انتوا قضيتوا يوم مثلا بقى انه هنتقابل مع اصحابنا اللي حوالينا، يا ماما وبنت طنط كذا وابن طنط، فهتلاقي ال3 4 ايام راحوا. طب انتي بتعملي ايه معاهم في التصوير؟ احيانا بييجوا معايا، واحيانا بيقعدوا، يعني هم برضو مش صغيرين قوي، يعني 10 سنين و14 سنه. فاحيانا بيقعدوا لو انا اليوم عندي مش طويل، لو رايحه قد مشهد او مشهدين وراجعه، او لو بروفا لحفله وراجعه. بس لو يوم طويل قوي احيانا بيبقوا عند مامتي، بيقعدوا مع نفسهم في البيت ونتواصل بالتليفون. احيانا يحبوا يجوا معايا يعني. طب تفتكري لو استعنا بماما وخدتي احتفالك اللي انت عايزاه؟ ما غالبا لا. مش عارفه، بس في تليفونات بقى، تليفونات كتير قوي قوي، يعني ما فيش طب تفتكري ايه الحاجه اللي انت محتاجه تغيريها علشان تستسلمي لفكره ان هما ممكن يبقوا عند ماما وتليفونات تقل شويه فانا الاقي الاحتفال اللي انا عايزاه؟ مش يعني ممكن ابقى اجربها، بس خلاص عارفه كمان هو السيستم بيبقى اتعمل خلاص. يعني هم اتعودوا ان هم معاكي طول الوقت، وتعودوا ان هم على تواصل طول الوقت في كل حاجه، فبيبقى صعب انك تلغي ده. وانا كمان يعني ببقى عايزه طول الوقت اطمن، طول الوقت افهم ايه اللي بيحصل، ايه اللي حصل، هتعمل ايه، عملتي ايه كده. ف يعني ربنا ممكن طبيعتي انا اللي مربكه ليا. طب يعني ممكن لانه انا شخص بيبقى قلوق على اي حد او اي حاجه هو مسؤول عنها، فممكن مشكله عندي انا اصلا. يعني في ناس بتعرف تفصل، بس مش انتي مرتاحه يعني الحمد لله. طيب يعني مش عارفه اعيش غير كده. طالما انتي مرتاحه فما يعني بحس ان هي كده تمام كده ماشيه حلو قوي، فانتي كده زي الفل. خليني اقول لك بقى انه انتي بتلعبي ادوار كتير في حياتك، فانتي وزوجه وابنه واخت وممثله ومطربه، وفي بعض الاوقات طالبه،
ايوه. وعندك شغل بتعمليه في العمل المجتمعي. فكل ده ايه المسؤوليات اللي بيفرضها عليكي وقت الاحتفال والعيد؟ هي هو يعني كل الحاجات تنهيدة. داخله في بعض، يعني كل ده وكل ده في بيبقى تنهيدة. اصل هم حاجات كتير قوي، وانا زي ما قلت لك انا بترعب جدا من الزحمه. فهو ده اللي حصل دلوقتي، حسيت كل الحاجات مع بعض في نفس الوقت. لانه العيد للاسف احيانا بيبقى عندي في شغل زي ما بقول لك، فهو حتى ده بيبقى موجود. ولا حاجه، بيبقى العادي برضو بتاع حياتي انه بنحتفل الصبح مع بعض كابنه وكزوجه وكأم وكل حاجه، وبعدين لو عندي شغل بالليل باخد عربيتي والسلام عليكم واروح اسيبهم هناك وارجع اخدهم كده. فبتحسي انه كل الحاجات ماشيه زي ما هي يعني. خليني مش عارفه ليه السؤال ده جه في دماغي دلوقتي. اللي هو لو تخيلنا انه العيد او الاحتفال والفرحه الكومبو ده اغنيه، فاكتر اغنيه هتعبر عن ده ايه بالنسبه لفاطمه؟ مش عارفه. بصي انتي هتصدقيني، عارفه الحته بتاعت الفنانين دي اللي هو يا جماعه والله مش بمثل، بس مفيش حاجه على بالي لما الحاجه بتطلب منك. مش شرط تكون بيحصل اغنيه ليكي، مش شرط. انا طول الوقت وانا في البيت وانا بعمل اي حاجه فجاه بتجيلي اغاني من كلمه اتقالت، من حاجه سمعتها، من موقف، من جمله في راديو، من تلفزيون، من اي حاجه. بس اول ما ببقى عايزه استحضر الحاجات دي مش بتيجي. بس خليني اقول لك انه الاغاني اللي بتبقى مرتبطه بالعيد الشهيره قوي اللي في ذكرياتي وما بتروحش، زي ليله العيد مثلا، العيد السنه دي، الحاجات أيوة. اللي هي كانت بتاعتنا الاساسيات دي. طيب لو فالفيلم اللي بيعبر عن ام العروسه عارفه بالزحمه دي، بالدوشه دي، بالفرح اللي اتعمل. أيوة. يعني هو قوي. ولو مسرحيه العيال كبرت. هتحبي تلعبي دور ايه في الفيلم وفي المسرحيه؟ بصي يا غريبه، بس قلت لك ممكن في الاثنين نلعب دور الام. ليه؟ عارفه ليه الحوسه دي اللي هو انت مش مسؤوله عن اتجاه واحد، فهي فكره انك محتاسه، انك منتشره ومحتاسه، وبعدين انت وانتد او انت مطلوبه قوي من كل الفئات يعني. فاهمه؟ حلو. هيبقى احساسك ايه وانت بتلعبي الدور ده؟ بالعادي اللي العادي. هو تمام، انا ما بمثلش يا جماعه، انا تمام جدا هنا. طيب بمناسبه بقى الاحتفالات والتمثيل، ايه الفقره اللي في العيد والاحتفالات اللي بتحسي فيها انه انا مش فاطمه، انا بمثل يا كلاب؟ مش عارفه، بس يمكن هو ايه، لما بحاول امسك اعصابي قوي ان انا ما بقاش ماما واطنش شويه. لا انا ببقى فعلا مصطنعه ده عشان انا افصل واريح دماغي او ان ما يحصلش مشكله. فدي مش طبيعتي، انا شخص حمقي قوي، وزي ما بقول لك كل حاجه عندي لازم تبقى مظبوطه واخد بالي واعمل. فكره اني اطنش واعمل نفسي مش سامعه او اللي هو اعملوا اللي انتوا عايزينه مش مهم، ده ببقى مش انا. ببقى انا فعلا مصطنعه الشخصيه دي علشان يعني اليوم يخلص كويس، اعدي ليل. بالظبط. طيب لو هنقول انه يعني بعيدا بقى عن الاصطناع والتمثيل، لو نسينا انك ام ونسينا انك حد مشهور، مطربه وممثله، وانك زوجه خالص، فانت مين بقى؟ انا مين؟ انا ما هروح اقعد كده في اي حته ارض زراعيه. ايوه. عارفه اللي هو يروحوا يربوا شويه بط وفراخ وتكتفي كده وتزرعي الحاجات اللي انت هتاكليها وتقعدي كده مع نفسك، اللي هو تخرجي قليل جدا، علاقاتك قليله، هكتفي بتربيه الحاجات دي والزرع جدا جدا جدا. ممكن اعيش مع الزرع جدا وانا تمام. حلو. هتحسي بايه غير انك تمام؟ شويه سلام. حلو قوي. انك مش مسؤوله عن شيء، انه يبقى كويس او وحش.
وبالسلام ده والزرع والحاجات اللي انت وصفتيها، فاطمه هتبقى عامله ازاي؟ هبقى انا زي ما انا برضو، بس بشويه هدوء يعني. من غير الضغط والسربعه. انا متسربعه على كل حاجه قوي، وحاسه ان الوقت اقل بكتير من الحاجات المطلوبه اللي لازم تعمل، ما فيش غنى عن حاجه منها. فهبقى نفس النسخه بس اهدى. مش مستعجله واهدى وحاسه بسلام وتمام. انت نمتي وغمضتي اصلا ورحنا هناك يعني جدا. طب عايزه نرجع ولا خلينا شويه؟ والله ممكن شويه شويه بس. خلينا حبه هناك، خلينا حبه. لما ترجعي بقى مع هيكون بقى احيا فيكي ايه؟ الهدوء والسكينه والزرع اعتقد ان لما بتتاخد الاجازه دي او بتهدي نفسيا فتره كويسه مشبعه يعني لروحك وجسمك، بتهيألي ان ده بيرجعك لاي حاجه انت كنت بتعمليها بطاقه جديده، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم بقى نقطه ومن اول السطر كده نبدا بهدوء. بتعرفي انت كمان تدي احسن من الاول، بتعرفي تدي بشكل واضح واوعى حلو. لانه فكره الضغط كتير 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 ده بيخليكي بعد شويه بتعملي كل الحاجات، بس اكيد فيها حاجات غلط، اكيد بتغلطي. بتبقي اكثر اتصالا بذاتك. بالظبط. بالظبط. ايه الحاجه بقى ممكن تحصل من العيله، والعيله دي اللي هم سواء بقى ماما وبابا او جوزي او العيال او الاخوات، او حتى من الجمهور او الشغل، تخليكي اللحظه انك بتفقدي التواصل بالذات ده؟ هو بيحصل كتير كتير للاسف. الضغط النفسي، وفكره بقى انك تبقي في طاحونه، وبعدين مثلا حد يجي يشوفك منه يقول لك ايه ده انت مالك فيه؟ هم عارفين الطاحونه اللي انت فيها دلوقتي. انت بتستهبلي يعني ولا ايه؟ ايوه، اللي هو ايه يا جماعه انتوا مش شايفه فكره انه انا مش متشافه كمان يعني. كل ده ومش متشافه، انا ليه عامله كده؟ انت ليه عامله كده؟ فبحس ان انا انفصلت عن العالم كله وعن نفسي ومش لاقيه اي حاجه. بحس اني تهت، انه كمان ما تلاقيش نتيجه واضحه او خط كده محدد للي انت فيه واللي بتعمليه. يعني بتحسي بامل وامان لما تحسي انه حتى لو انت غرقانه ان في حد شايفك من بره ومتابعك وعارف ومقدر. فانه وقت ما هتيجي تقعي هيروح جايبك، بس انه ما فيش ده كمان. فاهمه؟ فتحسي ان انت منقطعه عن الحياه كلها. فصلت خلاص، ولا انت عارفه تبقي متصله بيهم ولا عارفه متصله بنفسك. فانت في حته صعبه قوي وبتحصل كتير للاسف. كلمه قويه بتاعت او كلمتين في الحقيقه، الطاحونه وانك مش متشافه. لا ده في واحده ثالثه، انك محتاجه حد بقى يسحبك لما تقعي. هو للاسف بتكتشفي مع الوقت ومع السن والتجارب ان هو مش هيجي لحد اللي هيشدك. انت لازم تعملي كده لنفسك، انت لازم تعملي كده، لازم. فساعتها بتلاقي الايد اللي تبدا تساعد انك بتطلعي، لكن هو محدش هيمد ايده ياخدك من تحت خالص. طيب لو قلنا انه فاطمه مش عايزه الطاحونه دي، ايه اللي عايزاه بدلها؟ لو شلنا كلمه طاحونه وحطينا حاجه عايزه، يبقى فاكره الترس اللي كنا بناخده في شكل الترس اللي هو كان شعار كنا بناخده كده في المدرسه زمان. الشكل ده بحس انه حلو قوي، انه بيمشي بشكل منسق، مش حاجه واحده هي اللي عماله بتفرم. هم حاجتين قصاد بعض بيكملوا، في حد بيريح شويه وحد بيكمل شويه. انه انا مش طالبه من الحياه عموما ولا في شغلي ولا في بيتي ولا في اي حته فكره انه انا عايزه اقعد بقى ما اعملش اي حاجه خالص، لانه هي مش طبيعتي كمان. لكن يعني بأمل انه الحياه تساعدني انه اكون اريح، ان الحاجات تمشي بشكل اهدى. حلو. نفس الحاجات بس بشكل اهدى. بشكل اهدى. طب انت عملتي كده والترس والانسجام والحاجات تكمل بعض. هل انت فاطمه وفاطمه اللي هيبقوا في الترس ولا في حد معاكي؟ ممكن يعني مش عارفه بالظبط، بس
لما بتلاقي نفسك ممكن تبقى انت عندك لانه اي بني ادم عنده اكتر من شخصيه. حلو. ومش معناه انه حد وحش في وقت وحد بالظبط. حلو في وقت، لا خالص، حد قوي في وقت وحد ضعيف في وقت، حد عملي في وقت، حد بيحب يعني اشكال كتير. فممكن تبقي انت المساعد لنفسك في ده، وممكن يبقى حد تاني. حلو قوي. حابه فكره انه انت عارفه، انت مدركه ابعاد الحاجات وفاهمه انت رايحه فين وجايه منين. بس خليني اقول انه الطاحونه دي هل في بعض الاوقات مش هقول بتبوظ، بس بتبقى عائق في فكره فرحه العيد ومعنى الاحتفال بالنسبه لك؟ ممكن. يعني ما اعرفش هي السبب بس، ولا فكره انه الواحد فعلا لما بيكبر بيبقى احساسه بالعيد اقل من وهو صغير، فحس انه لا ما بقاش زي زمان. ممكن يكون ده سبب، وممكن يكون فكره انك مطحونه في التفاصيل الكتير فمش عارفه تشوفي العيد جواكي، او ان انت اللي عايشه فيه. انت طول الوقت بتحاولي تعيشي اللي حواليكي في العيد، بالذات الصغيرين. فبتكتشفي بعد فتره انه خلاص هو بقى روتين اكتر من انك بتعيشيه. حلو قوي. بقى روتين. وهل تحول من روتين لمسؤوليه؟ لا هو مسؤوليه. هو مسؤوليه خلاص. يعني روتين. هي اي مناسبه هي مسؤوليه. طيب خلينا نبص للنص الحلو في الموضوع. لان انا يعني عارفه انه انت من الشخصيات اللي بتبقي قادره انك تعملي كل حاجه، ودايما عندك كده الحته الايجابيه برغم الضلمه جدا. فخليني اقول ازاي فاطمه تقدر تخلي العيد والفرحه والاحتفال مش مربوط بمناسبه، لا ده موجود كل يوم. بالنسبه لي كل يوم بيعدي بسلام من غير مشاكل فظيعه، يعني اللي هي توقف حاجه او تعطل او توجع. عدى بسلام كده، وكل المفروض يحصل فيه حصل، والولاد تمام واحنا تمام والدنيا ماشيه حتى لو نص خطوه. فده تمام، ده عيد جدا، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه والاحداث القويه والمؤلمه من حواليكي كتير. فلما بتبصي حواليكي بتكتشفي انه لا، ده اللي احنا فيه ده ممكن جدا يبقى عيد، يبقى احتفال حلو. لما بنقعد مع بعض ونحاول نفصل من الدوشه والمسؤوليات، اذا كانت مذاكرتهم، اذا كان شغلي، اذا كان اي حاجه بره البيت، ونقعد كلنا نتفرج على فيلم، نسمع اغنيه ونقوم نرقص ونهيص ونعمل فشار، الحاجات دي ده تمام جدا، ده احتفال حلو قوي. فبنعرف نعمل الاحتفالات دي، او انا بعرف اعملها انا والولاد كمان. طب حلو قوي، ده حاجه جميله ان هو خلاص موجود. فالعيد بقى ما بقاش مرتبط بس بالموروثات او بالسكريبت اللي مكتوب او اللي احنا نازلين بيه، او زي ما بنقول كده مانيوال ماشيين عليه. فاحنا ممكن نعمله في اي وقت كل يوم بالزبط. بشويه فشار، قعده حلوه مع العيال، يطلعوا عننا، بس هم احباب الله برضو. ايوه بالظبط، هم احباب الله. بمناسبه بقى الاطفال، ايه اللي هتديهولهم من الموروثات دي وتخليهم متمسكين بيه، وايه اللي هتقولي لهم والنبي بلاش عشان ما تبقوش في الحته اللي انا فيها وانا مش عارفه انا بحتفل لكم ولا بحتفل لنفسي؟ يعني بصي، انا طول الوقت بديهم تفاصيل كتير قوي قوي علشان ما ينسوش الحاجات القديمه بتاعتنا كمصريين، لانه طبعا الزمن رايح في حته تانية. فبحاول احطهم دايما في تفاصيل الاحتفال بالشكل القديم على قد ما اقدر، مع اللي هم حابينه برضو من الجديد. بس مثلا بحاول اخليهم يعرفوا يعملوا التوازن اللي انا ما عرفتش اعمله، انه ما تشيلش الشيله كامله، لازم حد يبقى معاك. وفي اوقات انت مش مضطر تشيل خالص. يعني بنتي مثلا تيجي عايزه تعمل معايا حاجه، فاعملي حاجتك انت، خليكي مسؤوله. ما ينفعش ما تبقيش مش مسؤوله، بس مسؤوله عن نفسك، عن حاجتك. لو انا اتزنقت قوي واحتاجتك اوكي، بس ما تعوديش تبقي شايله
نفسك واللي حواليكي فتنسي نفسك وتضيعي في النص. لانه انا حصل لي ده ممكن بدون قصد، بس انا رحت في الحته دي، انه كنت متعوده اشيل اي حاجه بتيجي في سكتي. وانا صغيره كنت متحمسه وشايفه ان دي شطاره، بس لما كبرت اكتشفت انه ده جزء من اللي سوري، جزء من اللي خلاني اوقات كتير انفصل عن نفسي، وانه اضيع مني حاجات كان ممكن تبقى موجوده لو انا مش شايله مسؤوليه حاجات تانية هي مش حاجه مضطره ان انا اشيلها. ففكره انه بتسعي في الحياه بس بتحاولي، لانه في الاخر انت مش ضامنه كل شيء، بس طول الوقت طول ما انت عايشه بتحاولي انك تمشي في الطريق الاقرب للصح على قد ما تقدري، والاقرب لانك تلاقي نفسك فتحققي اللي انت حباه واللي يريحك. فبحاول اوصل لهم ده، انه بضغط عليهم في انه اهتم قوي بنفسك. حلو. انه ادي نفسك بطمع شويه لنفسك، ما دام مش تاذي حد، ما دام مش هاجي على مصلحه حد او هاثر مع حد محتاجني في شيء، يبقى ادي نفسي قوي. ودي مش انانيه، دي علشان احس اني ما قصرتش في حق نفسي، لان ده اول تقصير في الحياه. وممكن ده لما بتعمليه بدون وعي بتبقي عايزه تدي اللي حواليك عشان انت حاسه ان في تقصير فين هو مش عارفه. بتكتشفي بعد سنين كتير قوي ان التقصير عندك انت مش مديه نفسك كفايه، فبتحاولي تعوضي عشان تشوفي اللي قدامك شكله كويس. فبحاول على قد ما اقدر، يعني عمري ما بقول لاولادي انا كنت اشطر الشطار ما اعرفش في ايه، وانا كنت شاطره في خالص. انا طول الوقت شايف عمو ده ما تعملش زيه شفت انا رحت فين، ما تعمليش كذا، يعني لا خليك مسؤول عن كذا. يعني دايما مثلا ممكن اعنفهم شويه لو هم مقصرين في حق نفسهم، او لو هيهملوا في مستقبلهم وفي اللي هيخليهم يبقوا رايحين في حته حلوه من بدري هم شاطرين فيها او هم كويسين فيها. وطبعا بيبقوا صغيرين مش مدركين انه احنا محتاجين نحط كل المجهود ده هنا دلوقتي. صح. فطول الوقت بحاول اعمل ده على قد ما اقدر. حلو قوي. عجبني فيكي والله الصراحه مع الذات، لا وان انت يعني اعترفتي لا مش فكره بس اشطر الشطار، اعترفتي انه انت كنتي بتشيلي شيله مش شيلتك، وده اثر عليكي، وانه انت كمان اثرتي في حق نفسك. امتى بقى اللحظه اللي ادركتي فيها ده؟ هي ما جاتش مره واحده، هي جت على مراحل. حلو. بسبب شغلي كنت بقابل ناس كتير وبروح في مجتمعات مختلفة عني، ثقافيا ماديا أقل أعلى، أماكن كتير. برضو بسبب شغلي سافرت في بلاد كتير ورحت جوه مصر وبره مصر. فكل ما بتقابلي حاجة فتتصدمي بشيء ما مختلف، فلما تفكري إنه إيه ده، هو ده ليه كويس مظبوط كده وهنا عندي حاجة كذا مش مظبوطة. فلما تدوري تكتشفي إنه انت محتاجه تعيدي حساباتك. فكل ما تعيدي حساباتك تكتشفي انه انت يا قصرتي في حق نفسك، يا اخترتي في مره او مرات غلط، او ما كنتيش واعيه او مدركه في الوقت ده بانه ايه الاهم فالمهم. يعني حاجات كتير بقى. فهي ما بتجيش مره واحده، هي انت بتاخدي قرار انه انا عايزه اكون واعيه، اكون شايفه ايه اللي بيحصل في حياتي، عايزه اصلح على قد ما اقدر، عايزه اتغير. وان يكون عندك القناعه انك مش انتي الصح طول الوقت، انك وارد تكوني صح وارد تكوني غلط في كل حاجه. وانه يكون عندك الاستعداد انه انا هعيش اتعلم وهعيش اتغير. فده بيفتح معاكي طول ما انتي ماشيه اماكن الادراك بقى والوعي. فبعد فتره ممكن تاخدي بالك ايه ده، المشكله اللي عماله تزن هنا انا كنت فاهمه غلط، هي اساسها كذا مش كذا. فاهماني؟ فهي رحله. حلو. يعني عارفه رحله البحث عن الذات، بس عايزه افزلك الكلام قوي براحتك خالص. بس هي الفكره كده بالظبط، ان انت بتدور على نفسك عشان تدور. انا هدفي الاساسي زي ما قلت لك ان انا اعيش في سلام. حلو. ده يعني انا حتى لما بقعد ناس كتير كده تقعد تسالني عايزه ايه بقى، بتحلمي بايه، عارفه الاسئله دي شايفه نفسك فين بعد ما اعرفش ايه، ما اعرفش. ومش قله طموح خالص، بس الفكره انه
انت فعلا مش عارفه هو ايه بالظبط اللي هيخليكي مبسوطه. ولو انت عندك اكتر من حاجه، يعني مش التمثيل بس اللي هيخليني مبسوطه، صح. مش حياتي بس مع اولادي وبيتي هم اللي هيخلوني مبسوطين مبسوطه، مش علاقتي بصحابي، مش فكره اني اسافر او يعني فاهماني. انا عايزه حاجات كتير، ما هو انا بني ادم ما عنديش خط واحد صح. هو اللي هيخليني الله انا كده تمام بقى انا وصلت هنا طز في اي حاجه تاني، لا خالص. بالعكس احيانا بيبقى طز في حاجات انت بتحبيها وعايزاها عشان حاجات تانية انت ما اخترتيهاش بس انت كنتي سبب في ان هي تبقى موجوده زي الولاد. فهم مش مسؤولين عن ان هم جم، انت المسؤوله عن انك اخترتي انك هم ييجوا. فانت دلوقتي هم الاهم. حلمك مهم وما ينفعش تنازلي عنه، بس حلمك ده اختيارك، لكن هم اختيارك برضو مش اختيارهم. يعني انت سبب في ان هم يبقوا موجودين، فلازم تكوني جزء كبير من السبب في ان هم يعيشوا مرتاحين ماشيين على الطريق الصح تقريبا. يعني بندور برضو لانه ما اقدرش احدد لا ليه ولا ليهم، هي صح. هي حياه انت بتكتشفيها. ففي الرحله دي هدفي الاساسي اللي انا عارفاه ان انا عايزه اعيش بسلام، لا اذي حد ولا حد يأذيني. حلو قوي. ده اللي انا حطاه كده بخط عريض قدامي، انه ايا كان ايه اللي هروح فيه هي دي البوينت اللي انا مش عايزه اتوه عنها ابدا. حلو قوي. فوانتي بتعملي ده بتدوري انا كده مش مرتاحه، طب ايه اللي يريحني؟ فتبداي تدوري، فتخبطي في الحيط او تقعي في حته او تلبسي في 60 عمود يعني فاهمه. فترجعي تقولي انه وتمام وتعصبي كل حاجه، بس انا عندي حاجه زي ما قلتيلي كده في الاول. هو بالظبط انا يمكن الحاجه اللي بشوفها كويسه فيا انه ما بيأسش، برغم ان انا بسيب حاجات كتير وبمشي بسهوله، بس ما بيأسش. يعني بشوف في حاجات اللي هو ايه لا خلاص مش هناخد هنا وقت، هي بايظه بايظه سلام عليكم، بس هبدأ في حته تانية او هبدأ من خطوه تانية. فببدأ عندي طول الوقت امل انه ربنا مخلينا لسه فينا نفس، يبقى في امل لحاجه حتى لو حاجه انت ما كنتش شايفها خالص، خط جديد خالص بس ممكن يجي فتفتح فيه. فلازم تبقى راضي باللي في ايدك دلوقتي وتدور على السكك التمام اللي تخليك حاسس انك مبسوط. ايه هي مش فارقه معايا. حلو قوي. فانتي قلتي معاني كتيره في الرحله دي حاجه يعني لا خالص خالص، دي حلوه جدا. يعني رحله البحث عن الذات دي حاجه حلوه، مش انتي ما رحتيش في المعميق قوي يعني، بس دي حقيقه بدليل ان انتي بعد الرحله دي اكتشفتي انه حاجه مهمه بالنسبه لك ان انتي تكوني راضيه، وانه الحاجات اللي بتسيبيها او بتتنازلي عنها ده مش قله طموح، بس علشان ده ما كانش مناسب ليكي في الوقت ده، بس انتي دايما بتسعي وبتدوري وبتلاقي يمكن في وقت بتوهي مش عارفه معنى السعاده او مش عارفه ايه اللي بيبسطك، بس انتي قلتي حاجات مختلفه بتبسطك، مش بس شغلك مش بس العيال، لا في حاجات تانية. وكل ما بتكتشفي عن نفسك في الرحله كل ما بتحطي جنبهم حاجات بالظبط. فيا ريت كل الستات يروحوا في رحله اكتشاف الذات دي، ده هتفرق كتير بتهيألي. طب لما روحتي ورجعتي بقى ايه اللي فرق، ولا انت لسه في الرحله؟ بصي انا شايفه ان كل ما بتعدي وقت من حياتك بتروحي للرحله دي اكتر. حلو قوي. يعني هي زي ما قلنا رحله، هي مش انت رايحه تجيبي حاجه وراجعه، هي رحله لما هتخلص هبقى خلاص، هبقى انا خلاص مش يعني مت، فاهمه؟ لانه هو يا حبيبتي بس الفكره انه انت ماشيه بتدوري، لانه بتهيألي كمان انه حتى لو انت وصلتي لحتت معينه من اللي انت عايزاه او مريتي بيه، فهو ربنا عامل لنا المراحل العمريه بالاختلاف الفكري والشكل والطاقه الجسديه والنفسيه لحاجات كتير علشان تروحي في حتت تانية حلو تدوري فيها. فانا مثلا كانوا صحابي بيستغربوا جدا ان انا من كام سنه فاتوا قعدوا يقولوا انا مستنيه ال40، اللي هو ايه ده لا انا مستنيه ال40 بفرحه شديده جدا. تمام، لانه حسيت انه خلاص اللي فات ده يمكن كان فيه حماس كتير قوي وتوتر
عارفه بتاع فاطمه اللي هي اصلا متحمسه واخده الحاجات كلها على صدرها كده اللي هوبا ويلا ومتسرعة. فحاسه اني كنت هشوف الحياه بشكل مختلف، وده حقيقي. يعني بعد ما عديت ال 40 انا شفت الحياه مش بشكل مختلف، بس بدات الاقي طرق مختلفه امشي بيها في حياتي. بدات توديني لسكك تانية مش كلها لسه مريحه، بس انا حاسه ان هي في رحله ان انا ابقى مرتاحه اكتر، ان انا مبسوطه اكتر، اني هعرف اساعد نفسي واللي حواليا اكتر. بس فبتهيألي ان كل فتره الرحله هتروح لحته تانية مش هتخلص. ان شاء الله تبقى حته احسن يا رب. ودي شجاعه على فكره ان انت تبقي مستنيه ال 40. مش اي ست على فكره بتستنى ال 40، ده احنا بنجري منها يعني خالص. انا بالعكس، يعني حتى لما ابني ساعات عنده اسئله كتير كده برضه، هم يعني دماغهم عامله كده زي مليانه رغي، فيقول لي هو انت مش نفسك ترجعي صغيره تاني وتبقي من غيرنا كده ودماغك مرتاحه؟ فاقول له لا، بحب حاجات عندي زمان وانا صغيره، بس مش عايزه ارجع الرحله خالص. انا عايزه اروح استكشف لسه واكمل بقى، لاني انا معايا خبرات حلو ومعايا تجارب ممكن تخليني الفتره اللي جايه اعيش احلى بكتير مما انا عشت. صح، فاهمه؟ انا اكتشفت وخدت بالي من حاجات وتعلمت حاجات اعتقد ان هي هتساعدني ان انا اكون مبسوطه قوي اكتر من اني كنت عماله اخبط ومش فاهمه. صح. بصي، هو يعني اللي انت بتقوليه ده ماشي مع اللي هو التحليل العلمي لحياه الناس. احنا بنتغير يعني على مستوى العقل والجسم طبعا. والفكر والهرمونات كمان بالنسبه طبعا. للستات من كل 7 أو 8 سنين. بيساعد كمان بقى في فهمك اكتر لنفسك، التجارب اللي انت عديتي بيها زي ما قلتي، فانت بتبداي ترسمي حاجات مختلفه. اللي كنتي شايفاه زمان وحش بقى دلوقتي كويس، اللي كنتي شايفاه كويس بقى مش مناسب دلوقتي. فهي دي هي دي الحياه بالزبط. حتى على المستوى العلمي. بس انا بحييكي والله ان انت واصله للحته دي. لا دي حاجه جميله. بس في حته كده قلتيها هي ضحكتني من جوه، بس كنت عايزه اكمل عليها. حاجات كتير بقى. لا اللي هي انه انت بتعلمي الولاد دلوقتي فكره الاحتفال لا مش ده زي عمو ده. لا انه لما كنا بنتكلم على الموروثات اللي بتنقليها للولاد، فانت قلتي بتحاولي تخليهم يحافظوا على الحاجات القديمه في شكل العيد والاحتفال في كل حاجه انا قديمه مع مع اللي هم حابينه هنا. بس انا بتخيلت دلوقتي، لان انت وانتي بتقوليها قلتي ما الحاجات اللي بتحصل دي، فتخيلي بقى لو تخيل كده، تخيل لو انتي ما اديتيهمش ده وسبتيهم بقى العيال دي تعمل مش عارفه. بس بشوف ولاد مثلا في اعمارهم واكبر مثلا هتكلم على شغلتي غنى مثلا او تمثيل، بس يعني الغنى بيبقى اسهل شويه في في الاغاني، وانك تحددي الشكل. مثلا انه في ولاد ما يعرفوش مين سيد درويش، مين ام كلثوم، مين عبد الحليم، اللي هو مش بتكلم على ناس قديمه، بس على ناس علامات علامات معروفه لدى كل الناس، المثقف والغير مثقف، ولو حتى بره مصر اصلا دول عدوا. بالظبط. فكره انه ايه ده، مين ده، او ايه ده الاغنيه دي بتاعت مين، فبحس ان هم منفصلين عن الحياه. فخدي بقى كده على حاجات كتير جدا، على جمل لفظيه مثلا لما بتتقال في ولاد انه مش فاهمينك، مش فاهمين جيلي، فما بالك الجيل اللي هو كلام جدتي. فاهمه؟ فانا ولادي في حاجات من دي عارفينها، فانه مثلا يبقى سامع الكلمه دي ويجيب لك ترجمتها دلوقتي للحياه، فانا بحب يعني حابه ان عندهم المعرفه دي، الربط ما بين كمان عارف سيد درويش وعارف ليه اغاني حلو قوي، وانه عارف وجز وعارف مثلا زياد زوزة بنتي بتحبه قوي، الناس الجديده قوي دي. فان هي بتحفظ ده وبتحفظ ده وعاجبها ده وعاجبها ده. حلو. فهو يعملوا الخلطه او مش خلطه، التوازن ما بين مش هقول القديم،
الحاجات الحلوه والمعاني للعيد اللي احنا كنا بالظبط. حابينها واجدادنا حابينها مع دلوقتي. بالظبط. ف بدل ما ينسوا كل حاجه خالص يعني نحافظ على شويه، واعتقد ان ده بيعمل ترابط ما بين الاجيال وبيعمل لهم يعني اللي موجود دلوقتي تقريبا في كل حته في العالم شبه بعض. حلاوه القديم مش انه قديم وانه هو يخصنا فاحنا متمسكين بيه، قد ما انه هو كان كل حد على حده له طعم مختلف. ما كانتش الحاجات سهل ان هي توصل حلو جوه بعض كده، ما كانش فكره الطعم ده. فاللي قاعد هنا مش عارف حد في امريكا عايش ازاي دلوقتي ويومه والحاجات اليوميه بتاعته. كنت بتاخدي الحاجات دي من خلال كتب بقى، قرايات، افلام برضو مش منتشره قوي. فدلوقتي الموضوع سهل، انت قاعده بتكلمي اللي هناك وعارفه هو بيعمل ايه دلوقتي وانا بعمل ايه وبنتشارك كمان حاجه واحده نعملها. حلو. الحاجات زمان مميزه، كل حد ليه حاجه، ليه عاداته، ممكن تبقى فيها شبه لانه في الاخر احنا بني ادمين، لكن ليها طعم، كل مكان ليه طعم. حلو. فافهم من كلامك انه احنا نبقى منفتحين على الجديد وعلى العوالم الاخرى، بس محافظين على الهويه طبعا بتاعتنا والتميز طبعا بتاعنا. حلو قوي. طيب انا مش عايزه اطول عليكي، بس انا سالتك على شويه حاجات كده في الاول. انا فاكره انا سالت على ايه، سالنا على العيد لو في غنوه ولو في مسلسل ولو في مسرحيه. انا قلت الفيلم وقلت المسرحيه. وقلتي الغنوه، قلتي ليله العيد يعني والعيد السنه دي. طبعا. لو انا بقى هرجع كده واقول دلوقتي بعد الكلام اللي احنا بنقوله ده، لو هنقول انه حالا دلوقتي واحنا قاعدين في صوت بيمثل العيد عند فاطمه دلوقتي، صوت هيبقى صوت ايه؟ هدوء، دوشه، جنان، صوت ايه؟ لا دوشه طبعا. دوشه طبعا. طبعا دوشه وبلالين بقى والهيصه والحاجات دي والغنى اللي هو التلفزيون شغال مع الرغي مع اللعب مع البلالين مع اصوات. البومب، هو لسه في بومب دلوقتي ولا ما اعتقدش؟ لا مفيش صواريخ. طيب في حاجات اخرنا بلالين. احنا اخرنا بلالين. طيب حلو قوي. انا مش عايزه الكلام يخلص علشان انا مستمتعه وعماله كده حاسه انه انت بتطلعي ضرر. والله انا خالص ولا اي حاجه، انا برد فعلا بجد. انا كمان مبسوطه ومرتاحه جدا. برد عليكي. احنا هنا عارفه كلام من القلب للقلب. أيوة. واللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب. أيوة. فاحنا ملينا قلوب مشاهداتنا ومستمعاتنا بحاجات حلوه. يعني يا رب يبقى الموضوع اليوم خفيف عليهم. يا رب يا رب. يعني عايزه قبل بقى انا هسال سؤال يبدو غلس بقى زي بقيه الناس، بس قبل ما اسال السؤال عشان نخلي ختامها مسك، لو في رساله فاطمه تحب تبعتها لكل المشاهدات والمستمعات. دي مسؤوليه تانية كبيره قوي. في العيد بقى، احنا في العيد. لا في العيد يعني مش عارفه، بس انا في رساله ممكن اقدمها يعني، بس مش عارفه هتوصل لكل الستات ولا لا. يعني كان نفسي جدا هقول لهم ان احنا سبب من الاسباب لمشاكل كتير احنا بنواجهها، لان احنا اللي بنربي. فلما في امهات بتطلع راجل او ست بدماغ معينه مش مريحه او مش مناسبه او مش عايزه اقول كلام جامد يعني، بس فبتبقى انتي سبب او جزء كبير من السبب. فخلونا احنا حنينين على بعض، خلونا يعني نوجه رسائل واضحه مهمه لاولادنا، انه خليكم كويسين مع بعض. حلو. في الشارع وفي كل حته، علشان الزمن بقى صعب وبقى قاسي قوي، بقى في حاجات كتير وحشه محتاجه توجيه كبير، ومحتاجه لا في حاجات الولاد براحتهم وفي حاجات مش براحتهم، الانسانيات مش براحتهم. صح. فمحتاجين كلنا
يمكن الاجيال اللي طالعه دي تبقى احسن شويه من اللي فاتوا، انه يبقوا الطف على بعض واحن وفي ظهر بعض كده زي ما كنا بنشوف الصحاب زمان. والله انتي قلتي حاجات حلوه قوي، الانسانيه والحنيه على بعض دي حاجات على فكره لو حصل كل يوم هنبقى كل يوم في عيد، مش بالظبط. محتاجين يعني تبقى الفرحه موجوده على طول. طيب ايه الرساله اللي هتبعتيها لفاطمه في العيد؟ مش عارفه. فاطمه تقول لفاطمه ايه؟ فاطمه الانسانه تقول لفاطمه الفنانه. والله هقول يعني كملي في انك بتدوري على اللي انت عايزاه، ما تنسيهوش في وسط الزحمه. بس بفكر نفسي حلو. احاول يعني يا رب ما انساش كده ان انا كل يوم او كل كام يوم كده لما بتوه قوي احاول افكر نفسي انه انا في حاجه عايزه اوصل لها، وفي حاجات مش مستعجلين عليها خالص، بالراحه. حلو. بالراحه بالراحه يا فاطمه. بالراحه والله جدا. بالراحه يا حبيبتي. انا اكتر حد محتاجه اقول لي بالراحه يعني كل حاجه هتحصل كده. نفس عميق بالراحه عشان توصلي للسلام الداخلي والهدوء يعني نفسي. ونروح عند الزرعه والارض. هو انا جايبه الزرع دلوقتي عندي شويه في البيت، بس انا نفسي في احنا نروح له بقى ان شاء الله. ان شاء الله ما حدش عارف، يمكن شويه كده واروح ازورك جنب الزرعه ولا تعالي نقعد نصور هناك. ايوه ونبص في السماء ونسرح ان شاء الله. ان شاء الله. انتي قلتي في الاغنيتين العيد السنه دي وليله العيد. هتحبي في العيد تقولي لنا حاجه منهم؟ تعالي نقول. انا خايفه اروح عند الحته بتاعت ام كلثوم دي القليل، بس خلينا عشان انا بحب لو حاجه يعني غيرها. بالنسبه لي بصي هي اكتر اغنيه بتبقى في ودني هي حلاوه ست ام كلثوم. ما كانتش بس في صوتها، هي كانت معبره. هي كل حاجه بتسمعيها منها غير عظمه الصوت فنيا وموسيقيا، هي كاحساس. هي كانت كل حاجه طالعه منها مفيهاش حاجه ناقصه. انا يا لهوي ايه الحنيه اللي في صوتك دي وانت بتتكلمي عنها؟ هي كل حاجه بجد كانت مظبوطه قوي. كانت ست عندها كل المشاعر اللي بنتكلم فيها دي، قادره تعبر عنك في كل حاجه قالتها. اللي هو بتسمعيها تقولي هو بالظبط هو ده الاحساس اللي انا عايزه اقول بيه الجمله دي. فصوتها ما بيخرجش، فاهمه؟ هي بتدخل، هي ملك الحته دي محدش يعرف يملاها. بس عشان كده كل الاغاني القديمه طبعا حلوه، بس يا ليله العيد دي طب يلا عظيمه. يلا بينا. سامحوني طبعا مش ام كلثوم خالص، بس بنحتفل مع بعض. ايوه بنحتفل بقى، احنا ناقصنا البلالين. حقنا واي حد حقه يغني يحتفل. بس نقول ايه؟ يا ليلة العيد انستينا، يا ليلة العيد انستينا، وجددت الامل فينا يا ليلة العيد. الله حلو. انا خلاص انا حسيت انه العيد جه خلاص، احنا في العيد. يعني الناس كلها وتبقى كلها اعياد يا رب. يا رب يا رب حياتك كلها اعياد وانجازات، ودايما كده يعني بتدخلي البهجه على روحنا بصوتك وبتمثيلك وبكل حاجه بتقدميها لنا. وحقيقي دي زي ما بنقول احلى ختام، مش بس للعيد، احلى ختام للموسم الاول. الله. فختامها مسك. وان شاء الله نتقابل تاني واشوفك على خير واسمعي كلام فاطمه. صح ماشي. ان شاء الله اشوفك على خير، وكل سنه وانت طيبين. وانت طيبه وينعاد عليكي بكل الخير يا رب. امين يا رب علينا كلنا. وده احلى ختام لاول موسم اللي هي بودكاست. مستنيينكم في موسم جديد هيكون عن ايه؟ مفاجأة. وهرجع واقولك اسمعي، افهمي، خدي الرسالة، اتعلمي الدرس، واللي مش عاجبك سيبيه. مستنية منك رسالة او كومنت عن حاجة محتاجة تسمعيها او ضيفة محتاجاها تكون معانا. احلى ليلة عيد، ويا رب كل حياتك وايامك اعياد. كل سنة وانت طيب.